بتاع مين؟ الخبر اللي اتنشر على اسماعيلي 90 ان حضرتك ندمان ان انت اتعاملت مع مجلس اداره النادي الاسماعيلي والكلام ده. لا لا، ما حصلش على فكره، انا ما اتكلمتش وما اجريتش اي حوار مع اي حد تمام. يخص النادي الاسماعيلي. وبعدين ازاي انا هطلع اتكلم في حاجه والموضوع اصلا منتهي من اكتر من شهر؟ يعني حضرتك اخدت فلوسك كلها اصلا، مفيش حاجه من الكلام ده كله اللي اتكتب؟ لا لا لا، مفيش كلام من ده. لحد محمد سجل لي كافه مستحقات اللاعب وخلاص الموضوع منتهي. تمام. ده من فتره طويله على فكره. ده اصل هم اكيد حضرتك شفت، هم كانوا كاتبين ان حضرتك اخدت 125,000 وفاضل لك 100 وكلمت الدنيا كلها في النادي ومحدش رد. لا لا لا، حصل العكس. هم ادوني 100,000 جنيه في الاول تمام. لحد محمد قال لي الكلام ده السفريه اللي فاتت، وقال لي اول ما انزل هجيب لك ال 125. تاني يوم على طول رحت خدت منه الفلوس. تمام. لا لا، مفيش اي مشكله خالص، ومستحقات خدناها والحمد لله مفيش مشكله. تمام يا كابتن، ماشي يا كابتن. بالعكس، ده انا افترض ان انا ان شاء الله باذن الله تعالى الحاج طلب مني يعني حاجات معينه كده بخلصها، يعني لان انا ده مش هفوت لعيبه تاني دي. ان شاء الله ان شاء الله. بالعكس الراجل محترم جدا تعامل معانا بكل احترام. تمام يا كابتن، تمام. ماشي يا كابتن، الف شكر. فانا نفسي مستغرب الخبر نزل على لساني ازاي يعني. ما اعرفش اصلا مين اللي كاتبه. ما حدش اصلا عمل معايا اي حوار على فكره. هو الخبر في موقع اسماعيلي 90 دوت صاحب الموقع محمد شيحه. فهو الخبر نزل ان حضرتك ان حضرتك كمان قايل تصريح خاص للموقع على لسانك، يعني مش معلومات هم جايبينها. ما حصلش الكلام ده على لساني، انا بقول لك اهو. وخد الكلام ده على لساني، ما حصلش اي حوار بيني وبين اي حد يخص النادي الاسماعيلي، لان اصلا مفيش الموضوع منتهي. تمام. ماشي يا كابتن، الف شكر يا كابتن. تحت امرك. ماشي يا كابتن حبيبي، شكرا. اتفضل، مع الف سلامه.